كي نحكيو على الكوميديا التونسية فما اسمي برشا تعديو علينا. اما فما فنانين قدروا يعملوا ستيل خاص بيهم، ما بينهم باسم الحمراوي. بس ما وقفش عند التمثيل فقط، عرفناه في الكوميديا التلفزيون والمسرح، وبعدها بدا ياخذ برشا ادوار ومسؤولية في صناعة اعمال، خاصة مع مسلسل اريال القدام. واللي يميز التجربة هذه انه العمل ما حاولش يكون مجرد كوميديا وخلاص، اما لعب على حاجة التونسي اللي يحبها برشا، النوستالجيا. ريال القديم رجع للجمهور لأجواء التسعينات، من لبسة وديكور وطريقة كلام، حتى في التفاصيل الصغيرة اللي تذكر الجيل اللي عاش الفترة هذيك. والجزء الثاني بدا عرضه في مارس 2026 على قناة بسيم الحمراوي في اليوتيوب. معليش بس سألتش روحك نهار من نهار قلت علاش نجحت التجربة اللي عملها باسم الحمراوي؟ خاطر بسيم فهم حاجة مهمة، الكوميديا مش ديما يلزمها نكتة مباشرة، ساعات مجرد موقف تونسي عادي، طريقة كلام، أو حتى حاجة بسيطة جدا ولا تفصيلة صغيرة من حياتنا ينجم يضحك أكثر من 1000 نكتة. وزيد الانتقال لليوتيوب مهم برشا، خاطر الفنان ما عادش مربوط فقط بالتلفزة والمواعيد، ينجم هو وفريقه يقدموا العمل مباشر للجمهور. لكن هذا زيادة يخلق تحدي كبير، خاطر كي تنجح في أول جزء، الجزء الثاني يولي يستنى منك أكثر من الجزء الأول برشا. والنجاح الأول يولي ضغط، هذا اللي ساهم في أنه باسم الحمراوي رينا برشا مصيد في الجزء الثاني. لكن المسلسل برغم هذا نجح، مش فقط لأنه هو مسلسل محلي، لا بالعكس، خصوصا ان الجزء الثاني حاول يوسع العالم متاع العمل مع اضافة وجوه جديدة وتطورت الاحداث. وبالنسبة لي بسيم يمكن اهم حاجة في مسيرته هي انه محبش يبقى محصور في دور واحد، ممثل كوميدي مخرج. مع اريال قدام دخل اكثر في صناعة المحتوى بالطريقة اللي يحبها هو. وفي النهاية سواء تحب الكوميديا متاعه ولا ليه، حاجة صعيبة تنكرها، خاطر بسيم عرف كيفاش يدخل في قلب كل تونسي موجود في الدنيا هذه. لكن السؤال نطرحوه، علاش بسام الحمراوي يوصل دم الروح في جرة المسلسل التونسي الغبي اللي تعدى في رمضان السنة؟ ما نعرفش برجولية، ما كل مرة نحس اللي بالرسمي سامي الفيري يهين في الممثلين متاعو. كيفاش معناها ممثل كيف كنت باسم الحمراوي بالجبروت اللي قدمته في اريال القدام تجي وتمثل ادوار سخيفة كما عند كما عند سامي الفيري؟ مسلسل الحوار التونسي مسخفه، يا وليد برجولية مسخفه. محليه صاحبك راجل، برو محليها كالمسلسل، يا برو قديش محليه على الاخر. كريم الغربي والجميع يجيني سامي الفيري باش يتحداهم ويعامل معاهم منافسة، يجي يهبط لهم المسلسل هذا يخرتها يا برو. ثم وجه مقارنة من الأساس، وزيد يحط لك في النهاية من الآخر باش يعمل لك منها جزء ثاني، ومتأكد باش يعملوا منها جزء ثاني. برا المسلسل فشل نوعا ما، لكن برجولية الجزء الثاني ما يستاهلش، وإن شاء الله باسم الحمراوي ما عملوش. إذا أعطاه فرصة أخرى ومع فكرة أخرى وحاجات أخرى ما يصيرش. والمفيد الأخيرة، بيس أوت على خير.